جاي معانا بقى ايه سيليكون حروف، جاي اللي هي الايه القطاعه بتاعت التشيز والتورت، جاي معانا اهو بقى ايه قطاعات حروف اهي. هنا يا جماعه بقى ايه الشغل بقى ايه الالومنيات بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جالنا شويه بقى ايه ادوات، فقلنا لازم ايه نفتح الكرتونه مع حبايبنا وعملائنا واخواتنا، نوريكم بقى ايه الشغل اللي جاي النهارده. بسم الله. وانا جايبها من الصبح ما رضيتش افتحها، قلت لازم نشوفها مع بعض. اول حاجه معانا ايه بقى؟ كيك سايكل اهوت، او ايس كريم ايا كان بقى، تمام كده، اللي هي 4 عين يا جماعه، وجايه ما شاء الله خامتها جميله جدا. الميني تارت يا جماعه جايه مجموعه اهيت، فيها كام؟ 4 10 تقريبا، فيها 10، تمام، وهيبقى سعرها كويس جدا على فكره. جاي معانا بقى ايه سيليكون حروف، خامته جميله جدا يا جماعه، تقيل قوي ما شاء الله، خامته تقيله تقيله يعني. بصوا الحروف متكرره كذا مره اهي، تمام، برضو في العلامات اللي هي بتاعت البلس، وبصوا والاند والحاجات دي كلها موجوده اهي، السمايل. جاي اللي هي الايه القطاعه بتاعت التشيز والتورت، دي اللي بتعلم على التشيز والتورت يا جماعه. دي طبعا الوانها ايه مختلفه المره دي، دي بتقطع 10 قطع و12 قطعه يا جماعه. جاي معانا اهو بقى ايه قطاعات حروف اهي. معانا يا جماعه هنا ايه الحروف بتاعت هابي بيرث داي والارقام معاها والعلامات برضو، تمام، واضحه كده. معانا بقى قطاعات النجوم يا جماعه اهي، 3 مقاسات. وقطعت الورود يا جماعه اهي. ومعانا يا جماعه ايه السكين بتاعت الفاكهه، هي اللي بتقطع الفاكهه اللي على التورت. طقم جميل جدا وليه استخدامات كتير يا جماعه. معانا بقى ايه قطاعات حروف اهيت سوسته، دي عشان عجينه السكر يا جماعه، تمام. معانا بقى ايه ده يا جماعه دوت للجيلي والكيك الباباز وكراميل، بيشتغل معانا كذا حاجه، تمام. ده الومنيوم. قطعت الفروزن 3 مقاسات اهيت. وهنا يا جماعه بقى ايه الشغل بقى ايه الالومنيات بقى. بصوا بقى شويه شغل بقى تحفه. دي للكيك بقى، تعملي احلى كيك زي المدهشه كده، بس فيها نقشات حلوه جدا. ده شكل اهوت. بعدين بص يا جماعه الالومنيوم بتاعتها، يعني بص جوه الكيس واللمعه بتاعتها باينه جدا. ده شكل تاني اهو. بصوا النقشه يا جماعه، طلع كيك شكله حلو جدا. ومعانا بقى صينيه كب كيك يا جماعه. انا اول مره اشوف الخامه ديت، خام ما شاء الله تقيله جدا جدا، اول مره اشوفها بالتقل ده. كل مره كنا بنجيب الخامه دي يا جماعه بتبقى خفيفه جدا وبتقشر وبتصدي، لكن دي بصراحه انا اول مره اشوف التقل ده، تقيله جدا جدا، اول مره اشوفها. ومعانا بقى النشابه اللي هي الايه العجله ديت اهي، تعتبر مكوه زي ما بنقول عليها. دي اتسالنا عليها كتير قوي يا جماعه، وخامتها جايه جامده جدا ما شاء الله، متينه يعني. طبعا معانا بقى ايه البلابل ديت او التبات. عايز اقول لكم ما شاء الله، بتوع بقى البسكوت اهمت، العريضه والضيقه شويه، وللكريمه اشكال كتيره جدا، برضه هبقى اوريها لكم.
تاني يا برنس؟ الترانش اللي هو بتاع التقطيع اهو، خامته حلوه جدا وسعره كويس يا جماعه بالنسبه للخامه بتاعته. دي يا جماعه بقى اقلام بتتملي الوان جل، وليها فرشه كده من قدام بتكتبي بيها. يعني بصي زي السيرهم كده اهو، تمليها تفتحيها تمليها وتدوسي عليها وتكتبي. تمام. في برضه يا جماعه كانت معانا صينيه الكيك ديت او التشيز، ان شاء الله خامتها برضه كويسه جدا. دي مستطيله كده اهوت للكيك برضه معانا. ثواني كده يا عبد، ثواني يا عبد، ثواني يا عبد بس عشان ايه نشوف بس ده ايه ده. بصوا يا جماعه بقى معانا نوت ايه، اول مره جبنا المقاس دوت. ده كده اهو، ده بيتحط في مكنه البسكوت، احسن بقى من ايه، من الموس اللي هو كان القديم بتاعها. ده مقاس 5، وجايبين مقاس 10، وجايبين مقاس ايه 5 و10 و8. تمام كده. اول مره يعملوا مقاس 5 دوت يا جماعه. الناس هي كانت عندها المكنه اللي هي بتاعت اللي هي المفرمه اللحمه اللي هي الكهرباء، وما كانتش قالها المقاس دوت. بفضل الله توفر اهوت، اللي محتاجها يا جماعه يكلمنا واحنا هنوصلها له. في مقاس ايه تاني، وده مقاس 8 اهو، ومقاس 10 كمان اهو. يبقى معانا الثلاث مقاسات 5 و8 و10. بص يا جماعه بقى الشياكه بقى عصيان بوبس بقى، اخر شياكه. بصوا عامله ازاي، الوانها تحفه. بص يا جماعه معانا ده القلب اللي هو ال 3 دي بس كبير شويه اهو. تمام. خامته حلوه جدا. ده تليفون يا جماعه. معانا دي يا جماعه بقى قطعه هابي بيرث داي، واضحه كده. بصوا بتعمل الشكل ده كده اهو اهو. بالتالي واضحه كده اهو. استنى عشان ايه الاضاءه واضحه تقريبا كده صح. كده احنا خلصنا. يا رب نكون بقى ايه استفدنا، ويكون الحاجات اللي احنا عرضناها لكم عجبتكم. طبعا احنا تليفوننا 012 2 564 1677. بنشحن لجميع المحافظات ودليفري على نفس الرقم. المكان بتاع الاسماعيليه شارع المدارس تقاطع شارع طنطا امام مكتبه الشباب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.